أنا عايش نص حياة. وأنا كمان ما ضد ربنا. ما قلت يوم إنه ما موجود ولا حتى خاصمته، بس بصراحة أنا مشغول بالحياة، بالشغل، بالتليفون، بالناس، كأنه ربنا تفصيلة زيادة، آخر اهتماماتي. عارف، اللي بخوفني ما الغلط اللي عملته، اللي بخوفني إني ما بقيت أحس لا توجعني خطية ولا تحركني آية ولا أشتاق أقعد معاهم. بقيت بارد، ساكت، واقف في النص. لا أنا خليت ربنا خالص ولا عايش ليه بجد. بس الغريب إنه لسه بينادي علي، صوته ما عالي لكن واضح، كأنه بيهمس. أنا عاوزك ترجع، أنا قادر أرجعك للحياة. الله حبانا من غير ما يضمن إننا كمان حنحبه، وبعد موته على الصليب قام عشان يدينا حياة ما فاترة لكن مليانة شغف ونور ومعنى. المسيح ما استني لحد نبقى مهتمين عشان يجي، هو جاء لغاية عندي حتى وأنا بارد وبعيد وساكت. هو الفتح الباب وبيقول لي ارجع. أنا ما عاوزك تديني نص قلب ونص عقل وتعيش نص حياة، أنا عاوزك لي كلك وعاوز أديك كل اللي عندي حتى وسط الزحمة، وبتقدر تقف وتسمع. هو ما بعيد، هو في الباب مستني بس تفتح. أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه.